السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم دايما في الله. تعالى سمي بسم الله كده ونبدأ الفيديو بتاعنا كده ونعمل حاجة كده سهلة جدا جدا. أقول لكم يلا نبدأ، وقبل ما نبدأ متنسونوش باللايك حبايبي، اللايك فضل وليس أمر حبايبي، ودعوة حلوة لأهل غزة إن ربنا ينصرهم ويرفع عنهم البلاء والوباء، اللهم آمين. تعالى سمي بسم الله كده. معايا كده بولة زي ما شايفين أو طبق أي حاجة عندك. معايا إيه؟ كوباية لبن دافية، كوباية لبن دافية اهي، معلقة سكر، معايا كيس خميرة او معلقة خميرة كبيرة شايفين كده اهي. دوبة كده كويس. لو ما فيش لبن ينفع طبعا مية، ممكن يكون مية دافية فعادي. انا بس عشان عندي اللبن فانا حطيت كوباية، لو ما عندكيش خلاص زي شايفة كده. معايا بقى ايه؟ نص كيلو دقيق، اللي هي طبعا 4 كوبايات دي اللي هو مج يعني. انزل كده عليه بقى ايه؟ رشة ملح كده، نقلب ونعجن بقى ببقية العجين بمية عادي. تعالى بقى ايه نخلق كده نعجن بايدينا كده، ويكون المية دافية يعني مش سخنة ولا باردة، تكون فترة كده اهي. عجينة كويس جدا. انا نقلت العجينه في حاجه في طبق واسع زي كده علشان اعرف اعجنها كويس. لان حسيت الطبق ده ضيق عليها، فمش عارفه ان انا اعجنها كويس. في نفس كوبايه الميه اهي، يعني ما حطيتش اي ميه تاني خالص، هي نفس الكوبايه لسه ما خلصتهاش، لسه كل ما بحتاج باخد منها حبه ادي. ده كانت دايما ستي الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين، ما نكون بنعجن في حاجه ضيقه كانت دايما تقول لنا ايه؟ وسعوا، كان معاكم ضيق وسعوه. المعنى ولا يعني ايه؟ بتقولي اما يكون حاجه واسعه تعرفي تعجني فيها، تعرفي تعملي فيها الحاجه وتسوي فيها الحاجه كويس. اما تكون ضيقه ما تعرفيش تعجني، ما تعرفيش تعملي الحاجه ما تطلعش مظبوطه معاكي ولا تطلع حلوه. دايما كان لهم حكمه يعني في الامثله بتاعتهم جميله جدا، وكلامهم يعني صح. يعني كل الكلام دايما اللي كانوا بيقولوه بيبقى صح، ده حقيقي اتعلمت منهم كتير جدا، فربنا يرحمهم ويرحم كل اموات المسلمين اجمعين. ونفضل نعجن كده فيها. تعالى بقى بص العجينه اهي طريه وحلوه جدا، ما بتلزقش في الايد، وناعمه جميله اهي. بس حلوه ازاي كده. حطها بقى الايه بوله زي كده، وادي بص البقش منها الحبه صغيرين خالص بتاع معلقه كده او معلقه ونص اهي، فعلى حسب الدقيق. يعني دي اللي ما بتاخد العجينه بتاخد على حسب الدقيقه، في دقيقه تاخد وفي دقيقه ما تاخدش.
هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغطيها كويس، نغطيها كده فوطه، نحطها في مكان دافي، ونعمل ايه، نسيبها لما تختمر معانا كويس، ونقولك نكمل بقيه الايه العجين بعد ما تختمر. تعالوا نشوف المواد كده اختمرت معانا. بصي ما خدش معايا يا دوبك غسلت حبه اطباق كده، حبه مواعين، فبص عملت معايا على طول. بصي كنت حاطه عليها كيس اهي. بصي جميله اهي. بصي جميله ازاي. نجيب بقى صينيه ونرش عليها حبه دي كده كده شايفين، والعجينه اهي. وناخد بقى ايه كده قد البيضه كده او قد الكوره اهي، نعفس كده ايدينا دي كده. نضغط طبعا، اهم حاجه تبقى متساويه كده. نعملها كده اهي. ونقطعها كده كلها. قطعنا عملناها كلها كور زي ما انتم شايفين كده. اغطيها برضو بالفوطه تاني كده، واسيبها كده يعني بتاع 10 دقايق. بعد كده بقى خلاص كده خلصنا طلعتين. نعمل ايه بقى؟ حبه دي كده، ناخد بقى واحده اهي، نغطي تاني كده. بالشبه بقى طبعا برش زي كده اهي. بص ازاي لو بتلزق رشه دي كده، لو بتلزق بس انا اهي ما لزقتش معايا كده. نفضها كده من الدقيق اهي. سندوره ازاي معايا بقى الصينيه على كده فرطه بيضه وحاجه بيضه. ونعمل ايه اهي كده، ونغطيها بفوطه. لازم لما نيجي نعمل ايه نغطيها بفوطه زي كده. نحط ونغطي، لازم نغطيها علشان طبعا الوش معانا ما يقشفش كده اهي. نركنها كده ونعمل واحده تانية كده. بس العجينه لما كل ما بترتاح كل ما بتبقى حلوه معاكي. بينها الشابه متاخدش معانا اي وقت خالص كده. السم بتاعها اهو، نفضها بقى من الدقيق. نعمل واحده كده تالتة برضو كده.
تعالى بس شايف كده انا شغلت العين في النص وعندي الصاج زي كده. فهيبقى جميل جدا، يبقى حلو قوي في سوى اي حاجه عندك. انا عندي الصاج ده بقى فتره طويله، عندي بقى كتير كتير جدا. فنعمل ايه؟ انا مش عاوزه تبقى العين اللي في النص تبقى ايه عاليه قوي. ونحط بقى على الصاج زي كده. اول واحده كنا عملتها كنا عارفاه، انا كنت معلماها اهي، كنت معلماها بخله كده او سلاكه. نقلب كده، نفضل كده نقلب فيها. بتنفخ معانا ازاي؟ عيش شامي او عيش الكمام او عيش اللي انتوا بقى ايه، سندوتشات للسحور لاي حاجه انتي حباها كده اهي. بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بتنفخ بطريقه حلوه جدا. اذا نبدا نقلب كده. جبت بقى اي حاجه زي كده قطعه او صينيه او اي حاجه زي كده. طبعا نركنها كده ونجيب غيره اهي. ده كده بس نقلب كده. بس بتنفخ ازاي؟ نقلب التاني وكده اهي. يبقى ايه، شايفين بقى الطاسه دي كده، الطاسه الومنيا اهي زي ما انتم شايفين. بس تعمل تطلع العيش برضو حلو جدا. ده كده العيش طري وجميل جدا، حلو قوي. نقلتها على العين التانية زي ما انتم شايفين كده. بص 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 بقى حلو بتنفخ ازاي وجميل جدا. كده انا خلصت والله، ما خد معايا اي وقت خالص. بصي جميل ازاي ومنفوخ. وبصي يعني ما شاء الله. بصي لسه سخنه، طلع السخنه بتاعته. بصي حلو ازاي، جميل جميل جدا. ينفع سندوتشات، ينفع عزامه. بصي حلو قوي والله. بصي منفوخ وطري اهي، حلو قوي وسهل جدا 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 اهي. يعني اي رغيف كده اهو. بصي كله والله ما شاء الله ما شاء الله. حتى الرغيف اللي هو برضه عامل مني كده اهو كده بس حلو ما شاء الله. كله يعني مستوي وطعمه جميل جميل جدا جدا جدا. بصي العيش او الشام او الكمام حلو قوي، حلو جدا جدا. بصي طري وحلو قوي. ولادي بصراحة يعني ما صبروش لما خلص. كل واحد خد منهم رغيف وبصوا عملوا سندوتش وعجبهم جدا جدا. ويعجبكم انتوا يعني، جربوه حلو وطريقته جميلة جدا. اقول لكم دايما اسيبكم في رعاية الله ويا رب متنساش تذكروا الله يذكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.